بعد اختفاء مصطفى من مستشفى العباسية واللي حصل في القرية، الدنيا سكتت. بس في القاهرة في باحث شاب اسمه كريم شغال على مشروع تخرج عن الهوية المفقودة في الحالات النادرة من الاضطرابات النفسية. موضوع نظري لحد ما وقع في ايده ملف صغير مكتوب عليه حالة 17 عبد الستار عبد الرازق، خنكة 1961. من هنا بدأت الحكاية تخرج من الورق وتدخل دماغه. كريم شاب فضولي بيحب التفاصيل، بيجري ورا كل كلمة. أول ما قرأ عن تجربة زراعة الوعي قرر يروح بنفسه القرية اللي اتقال إن عبد الستار عاش فيها واللي مصطفى ظهر فيها برضه. ولما راح هناك راجل كبير قابله وقال له: انت جاي تدور على الراجل اللي مات مرتين؟ رد عليه كريم منبهر: ايوه، انت تعرفه؟ الراجل قال له: احنا هنا بننسى، وانت كأنك بتفكرنا بحاجة كنا مستريحين منها. البيت اللي كان ساكن فيه عبد الستار لسه موجود ومقفول من يوم ما مراته ماتت من كام سنة، لكن جاره القديم عم حسين عنده المفتاح. كريم دخل الأوضة، الجو تراب، نور الشمس داخل من شباك مشروخ، وبيشوف ترابيزة عليها ورق قديم متاكل من الرطوبة. أيوة اللي في دماغك، دفتر تاني. كريم بيفتح الدفتر وبيلاقي أول صفحة مكتوب فيها بخط إيد عبد الستار: أنا مش أنا، واللي كتب الكلام ده مش هيكون موجود وقت ما يتقرأ. وسط الورق لقى شريط كاسيت قديم، خده ورجع القاهرة ودور على جهاز يقدر يشغله وبدأ يسمع. والصوت كان مألوف بالنسبة له لكن مهزوز شوية. ملحوظة: الصوت هو صوت عبد الستار. الصوت بيقول: لو سمعت الشريط ده اعرف ان اللي حصل لي مش طبيعي، انا اتحبست في عقل مش عقلي، ووعي اتقسم، في عبد الستار وفي مصطفى، بس احنا كنا واحد واتقسمنا. وبعدها صمت وصوت تنهيدة خفيفة، وبعد كده الشريط قفل. كريم قرر يروح مستشفى الخنكة يقابل دكتور كان شغال هناك من سنين اسمه دكتور أشرف، كبير في السن لكنه لسه فاكر التفاصيل كويس جدا. كريم للدكتور: دكتور، حضرتك اشتغلت في ملف اسمه حالة 17؟ الدكتور وشه اتغير وجاب ألوان وقال له: انت عرفت الاسم منين؟ ده اتقفل من زمان. رد عليه كريم: عبد الستار ومصطفى، مش كده؟ رد عليه الدكتور: عبد الستار ما كانش مريض، كان متطوع، لكن التجربة فشلت او نجحت اكتر من اللازم. رد عليه كريم: يعني ايه؟ قدروا ينقلوا وعي عبد الستار لشخص تاني لكن فشلوا في مسح النسخة الأصلية، فبقينا قدام 2 بنفس الروح في جسدين مختلفين. وخلينا أقولك معلومة بسيطة: إن في أبحاث سرية اتعملت في الثلاثينات والأربعينات وجزء منها اتنفذ في مصر بالتعاون مع أطراف أجنبية. التجربة كانت عبارة عن تكرار الوعي، لكن الغلطة كانت إنهم ما حسبوش إن الوعي ممكن يقاوم ويتمرد ويفضل حي حتى لو خرج من الجسد الأصلي. كريم روح من المستشفى ودخل أوضته وكتب على النوتة بتاعته: عبد الستار اتقسم، مصطفى هو الجزء التاني، لكن في حاجة تانية، في وعي تالت، وده اللي بيظهر في الكوابيس. كريم بدأ يحلم بنفسه في القرية في بيت عبد الستار، شايف نفسه قاعد مكانه وفي المراية مش شايف وشه، شايف عبد الستار، وصوت بيهمسله بيقوله: الدور عليك دلوقتي. كريم كتب كل حاجة في تقرير كبير، بس وهو رايح يقدمه شنطته اتسرقت، ولما رجع بيته لقى الورق اختفى. بس الحاجة الوحيدة اللي فضلت كانت ورقة مكتوب فيها: ما تدورش ورا اللي اتقسم، يمكن يكون لسه فيه جزء منه. كريم بيقرأ الورقة وبيسمع خبط على الباب. راح يفتح لكن ملقاش حد، لقى ظرف صغير مستنيه عند باب الشقة من غير اسم ولا عنوان. جواه كان فيه دفتر تاني شكله مشابه للدفتر اللي لقاه في بيت عبد الستار، بس اللي غريب انه كان مكتوب بخط ايد مختلف وبتوقيع اسمه ميم سين. بيقلب في الدفتر ولقى فيه حاجات غريبة:
لقى صفحات مكتوب فيها تواريخ مستقبلية، أحداث لسه ما حصلتش، تاريخ وفاة مصطفى وتاريخ زيارة كريم للقرية. كريم بصوت مهزوز: ده مستحيل، ده كأنه بيكتب اللي هيحصل لي قبل ما يحصل. جوه الدفتر كان فيه كاسيت تاني وورقة صغيرة مكتوب فيها: ده صوتك وانت لسه ما سجلتش. كريم بدأ يشغل الشريط وصوته هو اللي بيتكلم. صوت كريم من التسجيل بيقول: لو سمعتني يبقى التجربة اشتغلت. أنا دلوقتي في النسخة الجديدة بس الوعي لسه بيهرب. لو استمريت هتبقى مش كريم، هتبقى عبد الستار. اقفل الملف قبل ما يفوت الأوان. الشريط وقع من ايد كريم. بعد ما اتبع خيط في الدفتر الجديد وصل كريم لبيت قديم مهجور على أطراف دهشور. بيت كان معروف زمان باسم بيت العزلة. فيه سمعوا أول مرة عن الانقسام الواعي في الخمسينات. البيت مهدود جزئيا، أصوات غريبة، جدران مكتوب عليها بخط باهت: أنا هنا بس نص مش هنا. كريم بيلاقي غرفة تحت الأرض فيها جهاز قديم أشبه بكبسولة، وجنبه دفتر تالت لكن مكتوب عليه: ما تفتحوش لو لسه فاكر اسمك. من اللحظة دي كريم بدأ يحس بتغيرات غريبة. نسي حاجات بسيطة زي أسماء ناس قريبة منه، مواعيد، أصوات بدأت تظهر في دماغه مش صوته. صوت داخلي جديد غريب وهادي: هو ده وقتي، كفاية كريم، انت كنت مجرد وسيلة. كريم بدأ يصرخ في المراية: أنا كريم، أنا مش عبد الستار. والمراية ترد بصورته بس بعينين تانية. كريم رجع القرية في ليلة كلها برق ورعد. دخل المقابر ووقف قدام قبر عبد الستار. في ايده كان شايل الدفاتر التلاتة وبدأ يقرأ بصوت عالي كل اللي حصل كأنه بيستدعي وعي عبد الستار للمواجهة. فجأة ظهر وراه صوت وخطوات تقيلة. لف ولقى راجل كبير واقف، هو عبد الستار بنفس الملامح لكن عينين ميتة. عبد الستار بيقوله: شكرا انك رجعتني، بس دلوقتي دورك تنام، القصة لسه ما انتهتش. لو حابين تشوفوا جزء تالت وتعرفوا اللي حصل بين كريم وعبد الستار اكتبولي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان كل قصة غريبة وورقة من الدفتر توصلك أول ما تفتح.